شكرا السيد الوزير الجسم الصحفي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سمعت بإبعاد التدخلات ديالكم والتساؤلات واللي كنلخصها في ثلاثة المحاور. المحور الأول ما يتعلق بالحالة الوبائية وما يترتب عنها. المحور الثاني اللي كيتعلق بالحملة الوطنية ديال التلقيح، والمحور الثالث اللي كنلخصو في مختلفات اللي كيتعلق بمسائل اللي هي عندها علاقة بالاستشفاء والموارد البشرية أو ما هو يتعلق بالتدابير والإجراءات الإدارية اللي كتقوم بها وزارة الصحة. بداو بالحالة الوبائية إن شاء الله اللي كانت هي العرض الأساسي في المجلس الحكومي، واللي تعطى فيه واحد المنظور شامل على التطور ديال الحالة الوبائية. اللي بغيت نقول لكم هو الحالة الوبائية ديال المغرب ما خصناش نشوفوها هي من الزاوية الداخلة. كنشوفوا الحالة الوبائية وانتم الحمد لله انتم تبعتوا هذه مدة سنتين من التدبير ديال الجائحة، يعني كاين واحد الرصيد ديال الثقة في التدبير ديال الجائحة وش نشوفوا النتائج على أرض الواقع. الحالة الوبائية في المغرب جد مستقرة متحكم فيها، رغم أنه كاين بعض الحالات اللي كيتزادوا سواء في عدد الإصابات أو في عدد ديال الحالات الحرجة اللي هما بداو كيتزادوا في بعض الأماكن. هذا ما كيخليناش أننا نرتبكوا دابا ونقولوا بأن راه كاين زيادة، لأن كانت المقاربة والمقارنة اللي كدار على المستوى الأسبوعي ماشي النهار بنهارو، وإنما كنديروا على المستوى الأسبوعي. يعني ملي كنجيو نديروا المقارنة ما بين الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع كنلقى واحد الزيادة بسيطة اللي كتخلي بالنسبة للمغرب على حسب المؤشرات الوبائية اللي كنستعملوا كذلك في المراقبة وفي اتخاذ بعض القرارات، واللي هي كتتعلق بعدد ديال الإصابات، اللي كتتعلق بعدد ديال الحالات الحرجة، العدد ديال الأسرة اللي هي ممتلئة في المستشفيات ولا سيما في الأقسام ديال الإنعاش، المؤشر ديال العدد ديال الإصابة على حسب 100,000 كل نسمة في كل منطقة في المغرب، واللي كيخلينا أننا كنقولوا واش كذلك واش المؤشر ديال التوالد الفيروسي كبير أو صغير، واش الحركه ديال الفيروس كتنتشر بسرعه او لا. وهذه جمله ديال المؤشرات والمعطيات اللي كنقيسوا بها الحاله الوبائيه، واليوم كتبين لنا بان المغرب منطقه خضراء حقيقه. هذا من ناحيه داخليه، ولكن كاين مسائل اخرى اللي كتخلينا ناخذهم الاعتبار على المغرب ليس في معزل على العالم كامل، فهو يتعامل مع البلدان الجوار وبلدان العالم الاخرى، لا سواء في المجالات القطاعات الاخرى ولا في السياحه، وكاين سريان وكاين حركيه. ملي كنشوفوا التقلبات الوبائيه الدوليه، الوباء اليوم في اوروبا داير تقلبات جد، كاين تدهور. الى قبضتوا الاخبار ديال اليوم الصباح، 3 ديال البلدان الاوروبيه اللي سدات وعجلت بالعطله السنويه ارتقابا من حدوث انتكاسات اخرى لانها من بيناتهم. واش كاين شي موديل اللي نقدروا نطبقوه في العالم ويتطبق على جميع البلدان؟ ما كاينش. كل بلد كيعمل الاجراءات على حسب الامكانيات ديالو، على حسب الموارد البشريه ديالو، على حسب المنظومه الصحيه والقدره ديالها. ما كاينش شي واحد اللي عنده شي روسيت اللي كيقول لك ها كيفاش نتبعوا ونحاربوا. ما كاينش، كل واحد كيتعامل. ولكن فين كاين الاهميه هي في النتيجه. عندنا واحد النتيجه في البلاد ديالنا وخصنا نحتفظوا على هذه المكتسبات. في اطار ديال هذه المكتسبات كانوا اجراءات، وفي هذه الاجراءات اللي اتخذت البلاد اللي الحمد لله اليوم انتم شفتوها. مازال الحمد لله ما كاينش عندنا ذاك المتحور الاوميكرون. يكذب عليكم كذاب اللي يقول لكم شي واحد كيعرف الاوميكرون. حتى حد ما تعرف الاوميكرون شنو هو. اوميكرون متحور اللي عطى واحد العدد ديال الاصابات في جنوب افريقيا وفي افريقيا كذلك، وتلقاه في 57 بلد في العالم واليوم كيتوالد. ولكن واش هو السبب ديال الانتكاسه اللي كاينه في البلدان الاوروبا؟ لا، الدلتا والمتحور الجديد ديال الدلتا اللي هو الا اي 4.2، هذا هو السبب ديال الموجه الخامسه اللي كاين في اوروبا. حنا عندنا من جوج النواحي، عندنا اوروبا والتدهور الوبائي ديالها، وعندنا الاوميكرون اللي الحمد لله بفضل المراقبه الجينوميه مازال ما كاينش في البلاد ديالنا، ونتمنى الله ما يدخلش للبلاد ديالنا. الحاله الوبائيه في المغرب مستقره بهذا التدابير اللي كناخذوا. اذا لحد الساعه اننا الحمد لله ناجحين في ضبط والتحكم في الحاله الوبائيه ديالنا. اتخذت قرارات
كاين اللي كتعجبو داك القرارات، كاين اللي ما كتعجبوش، ولكن على ارض الواقع النتيجه هي هذه اللي كنشوفوا اليوم، اننا خصنا نحافظوا على هذه المكتسبات. ملي تسدات الحدود تسدات لاجل هذه المخاطر اللي كاينه اللي غنقدروا تقيسنا. ونقدر نردكم للعام اللي فات نفس السؤال، نفس الظرفيه، ان كاين عطله الصيفيه، كاين بعض الاعياد، وبدا الناس كيقولوا خصنا نحلوا، خصنا شنو عرفنا من بعد منا؟ عرفنا انتكاسه في اوت. الدروه في نهار 16 اوت، انا عندي لا دات ديال نهار الدروه، لو بيك ديال ليبيديمي سجلناه في لو 16 اوت 2021. شنو كان المشكل في ذاك لو بيك؟ شنو كان عندنا كصعوبه؟ عندنا تزادوا عندنا الحالات الحرجه، وكانت عندنا صعوبه بالنسبه للاسره، وكانت عندنا صعوبه ديال الاكسجين. وكل مره كنتعلموا، كل مره كنزيدوا كناخذوا دروس في التدبير ديال الجائحه. ما بغيناش توقع لنا شي حاجه بحال هكاك مره اخرى. عاد كنسمع على اللسان ديالكم ان من الناحيه الاستشفائيه كيفاش هل يعقل ان ما كاينش طبيب في الانعاش والتخدير في سيدي افني. واش انا كرهت يكون طبيب التخدير في كل مدينه في كل نطاق؟ شحال عندنا ديال الاطباء ديال التخدير في القطاع العمومي؟ 222 هما اللي كاينين عندنا في القطاع العمومي، وعندنا 485 اللي في القطاع الخاص، واللي متمركزين ما بين لاكس ديال الدار البيضاء حتى القنيطره، و222 على المستوى. اذا كاين عندنا واحد الاشكاليه اللي هي المنظومه الصحيه هشه، بغينا او كرهنا، ولكن على الاقل بهذه المنظومه هذه عندنا هذه النتائج الحمد لله. اذا كل واحد كيتعامل على حسب